السلام عليكم، اهلا بيكم في يومياتي انا واخواتي. النهارده هنعمل السمك الفيليه بطريقه سهله جدا، كريسبي مقرمش. شايفين؟ والله العظيم ما حد يصدق ان ده سمك، ده اكيد كنتاكي او بانيه حاجه كده. حلوه جدا. وهنعمل رز صياديه كمان. شايفين هو بيتكلم عن نفسه، مش محتاج كلام. وعملنا سلطه خضراء وعملنا صوص كده حلو كده بتتاكلي بيه السمك، وسلطه طحينه وسلطه خضراء. بجد شايفين منظره حلو جدا، كريسبي ومقرمش جدا فوق ما تتخيلوا. يلا نشوف الطريقه مع بعض. بصي يا ستي، معايا 8 فصوص من التوم، معايا قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي وقرن فلفل حلو اللي هو الاحمر. تقدري لو مش متواجد عندك ما تستخدموهوش. بعد كده بضربهم في الكبة. انا مزودة هنا الكمية بتاعتي علشان انا هاخد من الخلطة اللي انا عاملاها الفلفل والثوم والحاجات دي، هنحتاجها في الصوص بتاعنا وهنحتاجها كمان في الرز بتاعنا. طبعا هنا انا معايا كيلو من السمك الفيليه، تقدري تستخدمي نص، تقدري تستخدمي اكتر، انت وحسب عيلتك. ببتدي ان انا اقطعه طبعا بالشكل دوت. عايزه تقطعيه طبعا الحجم اللي انت حباه تقطعيه قطعيه. دي التقطيعه دي ترجع لك انت. بقطعه بالشكل دوت بقى. طبعا غسلاه كويس جدا ومنضفاه. وبعد كده بقى هقطع الجزء التاني معانا بالشكل دوت. اهم حاجه بس ان انت تغسليه كويس جدا بملح، ما تزوديش نسبة الخل قوي علشان الخل طبعا بيهريه، عشان طبعا تطلع معاكي كويسة. طبعا انا نزلت بالخلطة بتاعتي، طبعا دي مش كلها، انا ركنت منها شوية علشان زي ما اتفقنا ان هنحتاجها معانا في الرز وهنحتاجها معانا في الصوص بتاع الصلصة بتاعتنا بالشكل دوت. هبتدي بقى انزل بالبهارات بتاعتي. بنزل بمعلقة من الملح، والملح هنا حسب الرغبة، ونص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكمون، وكمان بنزل بكركم وبابريكا، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة. نزلت هنا بالبابريكا بتاعتي، هنزل هنا بالكزبرة الناشفة، وهنزل هنا بمعلقة من الكركم. وصلنا لغاية هنا مظبوط. ومعلقة كبيرة من الخل. هقلب كل المكونات دي مع بعضها، وهنزل هنا بعصير ليمونتين. بعد كده بقى بقلب المكونات دي كلها مع بعضها كده لغاية، بصي، اما اتبل السمك بتاعي كده واسيبه ياخد في التتبيلة شوية. ما تسيبيهوش فترة طويلة، عشان لو سبتيه فترة طويلة انا مش عايزاه ينهري مني طبعا، وانا مقللة نسبة الخل عشان لو زودت كمية الخل هينهري منك. تبص تلاقيه فرول منك كده. قلبت الخلطة بتاعتي طبعا كده بالشكل دوت في السمك بتاعي بالشكل دوت. هركنها بقى لمدة ساعتين كده، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ممكن تركنيه اقل من ساعتين. انا مجهزاه علشان انا مش محتاجة ان انا اعمله دلوقتي، انا هعمله على الغدا. خلاص هو كده اتبل معانا بقى. نشوف بعد كده الخطوة اللي كده بعد كده هنعمل ايه. طبعا هنا جبت الحلة بتاعتي ونزلت فيها بشوية من الزيت علشان هنا هنجهز الرز بتاعنا. نزلت هنا ببصلاية، بصلاية مفرومة في الكبة او ممكن تفرموها على ايديكي. المهم تفرميها يعني ايه وسط. بعد كده بقى بتبتدي تقلبي في البصلة بتاعتنا كده لغاية ما اللون يصفر معانا. بعد كده بقى شغالة تقليب زي ما انا كده. دي طبعا خدت معلقة من من الخلطة اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي الثوم والفلفل والفلفل الاحمر والبابريكا، وبقلبها كده في قلب الخلطة بتاعة الرز بتاعتي بالشكل كده. وصلت بقى، بصي، بشيل معلقتين منها كده علشان طبعا هنحتاجها في الصوص بتاع الصلصة بتاعتنا، علشان بصي ننكه الاكل كله بطعم واحد بريحة واحدة. بجد ريحته حلوة جدا، مديكي ريحة تحفة وطعم حلو. طبعا البصلاية احمرت معايا اهيت. يعني بصي وصلتها لدرجة ان هي اغمقت معايا. بنزل عليها بشوية مية سخنة مغلية، وبسيبها تاخد وتدي كده على النار. وبنزل هنا بمعلقة من الكمون، نفس البهارات اللي انا حطيتها في السمك، هي نفس البهارات اللي انا حطيتها. معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من الكركم، ومكعب من
طبعا بعد ما حطينا المية بتاعتنا بقى في البصلاية وابتدت تتشرب، والبصلة طبعا اخدت لون حلو جدا، والمية بتاعتنا اللي احنا حطيناها كده، البصلاية نزلت العصارة بتاعتها. هبتدي ان انا اقلبها كويس جدا، اقلب الرز كده معانا. وبعد كده بنزل بمية مغلية بقى وبسيبه اغطيه، اقلبه بس كده واغطي بقى. واول ما يبتدي النار يغلى كده اروح مهديه عليه النار واسيبه يستوي مع نفسه. طبعا ده الصوص اللي انا هنعمله صلصة كده، بيبقى طعمها حلو قوي، بتاكلي بيها السمك بيبقى طعمها تحفة بجد. انا طبعا اخدت معلقتين من البصل زي ما انتم شفتم، ونزلت عليهم بفص من التوم، فص واحد بس من التوم علشان نعمل الدقة بتاعتنا. ومعايا هنا طماطمتين، وبنزل بالبهارات بتاعتي: نص معلقة من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الفلفل الاسود، من الكزبرة، ومعلقة كبيرة من الخل. طبعا الرز بتاعي اهوت زي ما انتم شايفين كده الرز بتاعي استوى اهوت. هبتدي ان انا بقى ايه اطفي عليه النار. شايفين شكله؟ الرزية بتاعتي حلوة جدا واخد لون جميل جدا. طبعا علشان اجهز التتبيله بتاعتي معايا كوبايه ونص من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا، عليهم نص معلقه من البابريكا، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من الكركم، نص معلقه من الفلفل الاسود، ونص معلقه من البيكنج باودر. ما تكتريش البيكنج باودر او خميره الحلويات، علشان طبعا لو كترتيها هيشرب منك زيت وهيبقى طري منك. طبعا بقلب الخليط ده كله كده. ومعايا هنا طبعا السمك بتاعي بعد ما اخد التتبيله، بجيب ميه كده زي ما انتم شايفين، ميه من الحنفيه عاديه خالص. وببتدي اتبل قطعة السمك في قلب الدقيق، وانزل بيها في المية، وارجع تاني احطها في الدقيق تاني مرة. طبعا بعد ما بعمل كل السمك بتاعي بنفس الطريقة كده. وقبل ما باجي بقى طبعا ان انا احطه احمره ولا حاجة، بمسكه طبعا بنفضه كويس جدا من الدقيق بتاعي والنشا دوت. طبعا الزيت بتاعي اهوت، انا حطيت زيت على يا دوبك ظبطت النار بتاعت الزيت بتاعتي. هنا انا خليت النار في الاول عالية بس لغاية ما طبقة الكريسبي بتاعنا تمسك، وبعد كده بهدي النار علشان يستوي براحته. يعني بصي بخلي النار متوسطة في الاول، بخليها دقيقتين بس على نار عالية وما بقلبهوش. وبعد كده بروح مهديه النار بتاعتي. اول ما بتلاقيه اتماسك معاكي بقى كده وبقى متماسك، وحسيت ان هو بقى كريسبي معاكي، بتقدري تقلبيه في الوقت ده. طبعا انا ابتديت ان انا اقلبه، اخد اللون الحلو ده معايا. وطبعا زي ما اتفقنا انا مهديه النار، مخلياها نار وسط مش نار عاليه. لو جيتي عليتي النار قوي هتبصي تلاقيه بصي اتلسع منك على طول. شايفه؟ واخد لون حلو جدا بجد. شايفه شكله؟ كريسبي جدا مقرمش. شايفين؟ طبعا جبت طبق وعليه مناديل من مناديل المطبخ، وببتدي ارص القطع بتاعه السمك الفيليه بتاعي بالشكل دوت. طبعا والله الكاميرا ظلماه، هو لونه ذهبي جدا. بشيل الكمية كلها. طبعا انا حاطة هنا قشرة ليمونة بصراحة، عشان لما الريحة، يعني قشرة الليمونة الزيت يسخن بتطلع ريحة ليمون بدل ما تغطي على ريحة السمك. هو السمك سمك غسلناه بخل، غسلناه اكيد بيعمل ريحة. طبعا انا حطيته كده، وبعد كده جهزت سفرتي اهيت بالشكل دوت. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد يستاهل لايك. لو عجبتكم الوصفة ما تنسوناش في الشير واللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد، وشير عشان كل الناس تستفيد. وسيبوا لي رايكم في الكومنتات علشان يوصل لي بقى ايه الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها وعايزين نعمل لكم ايه جديد. ولايك وشير واشتراك في القناة، بجد يستاهل بقكم. يلا اتفضلوا معانا.